ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب ليكم فيديو من العيار التقيل، فيديو هيخلي شعر راسكم يقف. في حاجات في التاريخ العلماء ما قدروش يفسروها لحد النهارده، حاجات غامضة واحداث مخيفة ورسائل مشفرة محدش قدر يفكها. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 ألغاز محيرة، وانت احكم بنفسك، هل هي صدفة ولا فعلا في حاجات مخفية عننا؟ عايزك تركز معايا لأن اللي هتشوفه هيخليك تفكر مرتين. مخطوطة فوينيتش، تخيل يا صديقي كتاب كامل مليان رسومات غريبة ولغة محدش عارف يقرأها. المخطوطة دي عمرها أكتر من 600 سنة، والعلماء لحد النهاردة مش قادرين يفسروا معنى الكلام اللي فيها، وبيقولوا عليها الكتاب اللي محدش فاهمه. تخيل بقى معايا كده إن في ناس بتقول إن دي لغة كائنات فضائية، وناس تانية بتقول إن دي شفرة سرية، وغيره وغيره من الكلام الكتير، بس الأكيد إنها لغز محير. الطائرة الماليزية المفقودة سنة 2014، في طيارة ماليزية اختفت بالكامل من على الرادار، ومحدش عارف راحت فين. لا في حطام ولا نجين ولا حتى أي إشارة اتبعتت من الطيارة دي، وكأنها اتبخرت في الجو. يعني 239 شخص كانوا على متن الطيارة دي واختفوا في لحظة واحدة، ومحدش يعرف عنهم أي حاجة، ومحدش عارف ازاي ده حصل. وكان فعلا لغز محير جدا، والكلام والأقاويل كترت كتير جدا، واللي يقولك وقعت في المحيط، واللي يقولك ان الطيارة دي اتخطفت، واللي يقول ان في كائنات فضائية هي اللي خدتها. بس للأسف مفيش اي دليل ملموس على اختفاء الطائرة دي. مدينة أطلانتس الغارقة، المدينة اللي قال أفلاطون إنها كانت متقدمة جدا، لكنها غرقت في البحر فجأة، ولحد النهاردة مفيش دليل قاطع على وجودها. ولكن الباحثين لقوا أماكن تحت البحر فيها آثار غامضة جدا، وبيقولوا إنها كانت مدينة متقدمة جدا وعندها تكنولوجيا متطورة، بس غرقت بسبب زلزال أو تسونامي. بس المدينة دي فين؟ ومين كان ساكنها؟ وليه اختفوا؟ دي أسئلة ملهاش إجابة لحد النهاردة. لغز جبل دياتلوف، مجموعة من المستقلين الروس لقوهم ميتين بشكل غامض على جبل مغطى بالثلوج. جثثهم كان عليها إصابات غريبة، ومفيش أي دليل على وجود قاتل أو أي حيوان مفترس. يعني ناس طالعة تتسلق الجبل ترجع جثث متقطعة، ومحدش عارف إيه اللي حصل وإيه اللي تم للناس دي. ده فعلا كان لغز مرعب، وفي نظريات كتير ظهرت، ومنها إنهم اتعرضوا لهجوم من كائنات غريبة، أو إنهم شافوا حاجات خلتهم يجروا في البرد ويموتوا. ولكن في الآخر برضه ما قدروش يوصلوا لإيه اللي قطع الجثث بتاعتهم. دوائر المحاصيل الغامضة، بين يوم وليلة مزارع كاملة بتتغير وبيظهر عليها رسوم هندسية معقدة كأنها مرسومة بدقة رهيبة، والناس هي اللي رسمتها. في ناس قالت ده شغل كائنات فضائية، وأيوة إحنا كده أي حاجة ما بنعرفش نحلها نقول كائنات فضائية. ولكن لحد النهاردة مفيش تفسير منطقي ليها. يعني فجأة تلاقي دايرة كبيرة وسط زرع القمح ومرسومة بدقة عالية جدا، ومحدش عارف مين اللي عملها. والناس قالت دي رسائل من الفضاء، وناس تانية بتقول دي خدع، بس الأكيد إنها حاجة غريبة. ودي واحدة كانت من الألغاز الغريبة اللي حيرت العالم. قول لنا إيه رأيك في الألغاز دي، وهل تعتقد إنها مجرد صدفة ولا في حاجة أكبر من كده؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات تانية أغرب وأغرب.